صديق قديم الأخ عبد العليم، أحد المقربين منه أيضا، فاعل جمعوي نشيط مألوف على مستوى حي يعقوب منصور، جدا إلى جنب طويلا مع الأخ عبد العلي الرامي. بالتالي كان حاضر قريب من الرامي من يوم يعني ما أصيب بالوعكة الصحية. مشكور جدا، تقبل الله منا ومنكم، ولك الكلمة. شكرا أختي وفاء. يصعب الكلمة في هذه اللحظات لأننا نعيش واحد درجة إنسانية لم نتقبل الوضع عائدنا في أخينا الرامي، الرجل الذي يجمع الجميع ونلتقي جميعا. عشنا فقط 28 سنة يصعب الحديث فيها في كلمات، لكن عربونها هو هذه الوجوه الأحبة اللي جاءت. عربونها هو تلك الصفحات الفيسبوك التي لم تنقطع بالدعاء، حتى سألني أحد المسؤولين قال ربما رئيس الحكومة وكبار المسؤولين لم يهتم بهم ولا بصحتهم المغرب بالطريقة اللي تم الاهتمام بها على الرامي. وهذا ماشي فخر لي هو، بل فخر لكم نتوما كجمعويين ديال يعقوب منصور، فخر العمل الجاد ديالكم اللي كتقوموا به، فخر السنوات ديال العطاء ديالكم، مشتتين في جهودكم لكن موحدين في قلوبكم. حينما يشتكي واحد العضو منكم، شفت ذاك التلاحم، ذاك الهبه التي قام بها النفوس اللي الله سخرها للسيد علي الرامي، لم يسخر له واحد الكم. وحنا البارح عنده لقيته كيتحسر لبعض الاصدقاء السياسيين بين قوسين اللي ربما كان له الفضل في وصوله، وعشت معه مراحل كيف صعدهم مرحلة بمرحلة ليوصلوا إلى ما وصلوا إليه. لكن الخير باقي في أمتي إلى قيام الساعة. لما كنلقاو الأخت الفاضلة خديجة والمجموعة ديالها والسي حسين والسي سعيد والسي علي ومجموعة الأسماء اللي ما قدرتش نجمع الكم ديالهم. الصحفيين اتصلوا بيا بالولايات المتحدة الأمريكية باش إلا كان عملية زرع الكبد يمشي لأمريكا يقوموا به، ولا حتى مسؤولين ديال الدولة في الخفاء وقالوا لي في هذا اللقاء ما نذكرش الأسماء ديالهم. مسؤولين وازنين في الدولة اللي وجدوا لي لهم في أسرع وقت، اللي جابوا أكبر لي بروفيسور كيناقشوا الحالات ديالو، كيقولوا مستعدة الدولة تكفل بأغلى العمليات اللي دار. لكن القدر ديال الله سبحانه وتعالى، يعني السيد البروفيسور وحجو راه قال لك انا السي عبد العالي نتفوه معاه حتى يكون في الشفاء ان شاء الله. لا اعتبره زبونا، ولكن اعتبره اخ من الاخوان ديالنا. وهذه كلها امور اللي الحمد لله اثلجت صدورنا ان في هذا البلد فيه واحد الخير. انا باش يعطيك الله محبه الناس راه ما كتجيش. يقول الله في الحديث القدسي دا الحب كيجي باش بالعمل الصالح. لا زال عبدي يتقرب الي بالعمل الصالح حتى احبه، واذا احببته ناديت في الملا الاعلى يا ملائكتي احب فلان فيحبوه فيوضع له القبول في الارض. فانتم نسائم هذا المجمع الكريم، جمعكم الله. وقلت للسي عبد العالي، قلت له ربما انت جمعت واحد الجسم بدا كيتناثر لما كنشوف الاخوان القدام ديال دار الشباب اللي جاو من مدن اخرى وصنعوا مجدا في تلك المدن. كي كاع ديال ديال تربينا على يديهم، كنا كنتناقشوا كندرسوا كذا كذا، ولكن كيقول لي راه حنا ديك الفوضى اللي درنا ديك المدينه وداك العمل الجاد اللي درناه راه حنا عام عندكم.
داك الترافع مع القائد والترافع مع الباشا والترافع مع السيد الوالي والوقفات الاحتجاجيه. في واحد الزمان كانوا كيسميونا حنا انا والسي علي ديال السلطه، فيفاجئون بان اخطر الملفات كنا كنعالجوها حنا ضد السلطه، ونحضروا مع الناس في وقفات احتجاجيه في مواضيع مهمه ديال المدينه، في ترافعات مهمه ديال المدينه، تخلى عن السياسيون، تخلى عن المستشارون، ووقف عليها الجمعويون. الحمد لله هذا الخير اللي يجمعكم اليوم هو خير ديال الاستمراريه، خير التضامن اللي هو جزء من الجينات ديال المغربيه ديالنا. المغربيه ديالنا ما فيهاش داك الزيف اللي صنعوه واحد الجيل اللي يحكوا على انجازات يعقوب منصور وانجازات مناضلي ومناضلات يعقوب منصور. كفى من هذا الخنوع لواحد الجهات معينه اثبتت انها لا تفيد ولو ذره حب لهذه المنطقه العزيزه على ساكنه يعقوب منصور. اتمنى من هذه المحنه ان تتحول الى منحه ربانيه، واتمنى لاخينا ان يجعل الله فيه سبحانه وتعالى تلك القوه ليقاوم هذا المرض بقوته ونعرف كيف، وعلى قدر حب الله لعباده على قدر ما يكون الابتلاء. ولنا في ايوب اخطر ابتلاء، حيث جسمه كان يتفطر دودا وكيهز وكيرد. كل مما قسم الله لك. وسالته زوجته انت مستجاب الدعاء، لماذا لا تدعو لكي يجيب الله دعوتك؟ قال استحيي ممن انعم علي 83 سنه من النعم ان اطلبه وقد ابتلاني 20 سنه، وحتى تبقى 80 مع 80 عاد يقول الله. حتى في الدعاء لم يكن مستجديا. واذ نادى ايوب ربه انني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فنسال الله ان يتحول مرضه الى شفاء، وان يجعل في دعائكم وفي قلوبكم المتضامنه عوده حقيقيه اننا نحتاجه. حيث هاتفني احد الاصدقاء البارحه بالليل قال لي افتقدت 3 اشياء. افتقدت من يوقظني الى الفجر، افتقدت من كان يخبرني باحوال بلدي، وافتقدت ابتسامة أخي عزيز كنا نراه فيه مستقبل وطن مشرق. نسأل الله سبحانه وتعالى. آخر الإحساس رجوعك غالية، إذا نسألك الشفاء العاجل الأخ علي رامي، وعليه ننادي على الاختصاص ربما في دعاء صادق، دعاء صالح، نسأل الله أن يكون مستجابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم انتصار خالد، أنا من الدار البيضاء. جيت الحمد لله من طرف الأخ دريس والأستاذ يوسف، كنشكرهم بزاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير
الضالين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي أخانا عبد العلي. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشفه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اجعل مرضه في ميزان حسناته. اللهم اجعل ألمه في ميزان حسناته. اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من أمرك بين الكاف والنون. اللهم إنا نسألك دعاء المضطرين، دعاء التائبين، دعاء الضعفاء إليك. اللهم إن إخوتي وأخواتي يشهدون على أخلاقه وطيبوبته، فنسألك يا الله، نسألك يا شافي، نسألك يا عافي أن تشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اشفه واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم كما جمعتني بإخوتي وأخواتي في هذا المجمع المبارك، فاجمعنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا المغرب من كل سوء. اللهم احفظ بلدنا المغرب من كل سوء. اللهم احفظ ملكنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا. اللهم اشفه بشفائك وداوي بدوائك، واحفظ جميع الأسرة العلوية يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الذي ختم سورة الصافات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام